هزة أرضية تضرب إقليمي الحوز وتارودانت من جديد. قبل المرور إلى التفاصيل، لا تنسى عزيزي المشاهد أن تضغط على إعجاب والاشتراك في القناة لتتوصل بكل الأخبار أولا بأول مع التفاصيل. شهدت عدد من المناطق بإقليم الحوز وتارودانت ليلة الاثنين والثلاثاء 26 و 27 غشت الجاري تسجيل 4 هزات أرضية أحست بها نسبة قليلة من المواطنين. في هذا السياق قال ناصر جبور مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء في تصريح إنه تم تسجيل 4 هزات أرضية خفيفة ما بين تارودانت والحوز تراوحت قوتها ما بين درجة ودرجتين، مرجحا أن واحدة منهن أحس بها حوالي 5% من المواطنين بجماعة أغبار بالحوز وبجماعة تيزي نتاست وعدد من المناطق بتارودانت. وأضاف جبور أن مثل هذه الهزات الأرضية تبقى عادية ويتم تسجيلها كل 24 ساعة تقريبا، كما أن أغلبية المواطنين لا يشعرون بها ولا يتصلون بالجهات المختصة من أجل الاستفسار بشأنها. وأشار إلى أن هذه الهزات الارتدادية الخفيفة يتم تسجيلها منذ زلزال الحوز يوم 8 شتنبر 2023 ويمكن أن تستمر إلى شهور، كما أن حوالي 95% من المواطنين لا يحسون بها.